اهلا بيكم. انا احمد مرسي، والنهارده هنتكلم على تاني مشروع لدبي للتطوير العقاري في العاصمه الاداريه الجديده. بالنسبه للوكيشن، هو صف اول ابراج سياحيه في منطقه الداون تاون على المدخل الغربي للداون تاون. بالنسبه للمطور، هو الباشمهندس عبد الفتاح المر، ثابت اعمال ضخمه لمده 25 سنه ولاكثر من 140 مشروع في شرق الدلتا. بالنسبه للاستشاري الهندسي، هو المهندس محمد طلعت، ثابت اعمال ضخمه جدا من اشهرها الحي الحكومي ومسجد مصر. بالنسبه لشركه الاداره، هي شركه كاد، من اشهر شركات الاداره اللي موجوده في الماركت المصري، ومن اشهر حاجه دارتها هي سيتي ستارز. بالنسبه للفاسيلتيز، عندنا مشروع على مساحه 3500 متر، عباره عن 3 ابراج ارضي وال25 باربع ادوار تحت الارض. مساحه الاربع ادوار اللي تحت الارض حوالي 54000 متر. مساحه البوديوم التجاري حوالي 18200. بالنسبه لتقسيم المول، هو عباره عن ارضي واول وثاني تجاري، من الثالث للسادس طبي، ومن السادس لل25 مكاتب. بالنسبه للتجاري، هو بيكون في الدور الارضي هايبر ماركت وبنك واي تي ام. بالنسبه للدور الاول، هو بيكون جيم، كيدز اريا، باقي البنك والاي تي ام كمان. بالنسبه لتاني دور تجاري، بيكون منطقه الفود كورت. بالنسبه للمساحات، عندهم مساحات بتبدا من اول 28 متر. بالنسبه لانظمه السداد، تبدا من اول 10%، وفترات السداد بتوصل ل 10 سنين. بالنسبه للاستلام، هو 4 سنين استلام من تاريخ العقد. طبعا لو حابين نساعدكم في اختيار احسن محل او مكتب او عياده موجوده في دبي مول، يشرفنا دايما استفساراتكم. دمتم دايما سالمين وفي العقارات فاهمين.